السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة ضحى وإلياس. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الحوتات طيبتهم في الفران. الصراحة جاو غزالين، جاو بنان. المهم شوف، الحوت ما كيهمكمش النوعية كما كتهمكم الطريقة او الفكرة، يعني كل واحد وكيفاش كيطيبو. اش منو ما كان عندك، يا شرغو يا البواجو يا الفرخ يا داك النون يا اي نوع، اي نوع. على الرايه كتجي خطيره بهذه الطريقه هذه اللي غندير، كتجي يا سلام، ما تشبعوش منها. المهم النوع ديال الحوت ما كيهمش. انا عندي واحد جوج حوتات كبار شويه، تقريبا بجوجهم فيهم كيلو. عندي خديت القزبر ومعدنوس كما كتشوفوا بواحد الكميه اللي هي كتكون مهمه وكميه وفيره. ولا شاط لكم لاصوص ديال هاد الشرموله ديال الحوت، حاولوا تحتفظوا بها في واحد البواطه ديال الزاج، قريعه ديال الزاج، وسدوها مزيان وكتبقى وكتقدروا تستعملوها في بزاف ديال الحوايج. المهم كما قلت لكم عندي واحد الكميه مهمه من القزبر والمعدنوس. عندي تقريبا راس ديال الثومه، راس كامل. عندي هنا شوف الحار كتبقى حسب الرغبه ديالكم، ولا كنتو كتبغيو الحار ما تديوش على صوتي راه ضاربني البرد، يعني غيقبلوا عليه. كما كتشوفوا درت 2 معالق كبار ديال السودانيه، درت 2 معالق يعني معلقه كبيره ديال القزبر حبوب مطحون، درت معلقه ديال كبيره ديال الكمون، حتى لجوج المعالق كبار ديال الكمون، لان الكمون كيبغي كيبغي هاد الخلطات. هنا درت رويس ديال راس الحانوت، رويس المعلقه، معلقه كبيره السكينجبير، معلقه صغيره ديال الكركم. ولكن الكمون والقزبر حبوب كيخصوا واحد الكميه اللي هي وفيره كما قلت لكم. هنا كناخذ والملح بطبيعه الحال، زيت الزيتون والزيت النباتيه ضروري، واحد العصير ديال الحامضه. وكما كتشوفوا درت واحد 3 الحبات ديال المطيشه انا ما تديوش لي راه كانت رخيصه بزاف بزاف، كانت رخيصه. درت نص حبه ديال البصله، وهادشي كله غنميكسيه. غنزيد عليه واحد شويه كما كتشوفوا، لا بغيتوها صلصه الصويا، ما بغيتوهاش تقدروا ما تضيفوهاش. هنا درت واحد المعلقه ديال لاموطاخ حبوب. انا قلت لكم هذا الخليط ديالي كيجي يا سلام، ما تشبعوش منه. هنا الا ما عندكش الحامض تقدر تضيف فيه الخل، ولا بغيتي ديري بحالي انا درت الخل والحامض بجوج في دقه واحده صافي. هنا والله لا الحوته ديالي كتشوفوا بقى واحد شويه جامده، ولكن راه مبيتها، يعني من بحال غتقولوا جبدتها مع 7 ديال العشيه وباتت حتى الصباح. ومع ذلك مع البرد اللي عندنا في مدينه سيدي سليمان كيخلي الحاجه باقا كونجلي. سبحان الله العظيم، ما كتبغيش تطلق، كي خرجتيها لبرا كي خليتيها لداخل. كما كتشوفوا وحامض المصير اللي عندكم قطعوه طريفات وزيدوه في هذه الحشوه هذه. وكما كتشوفوا انا حلاها من الظهر ديالها، هذه راه بايته ماشي في الكونجيلاتور، ومع ذلك ما بقات شاده الجموديه ديالها. كنحلوهم ضروري، انا حليتها من اللور، كنت ناويه نعمرهم ولكن انا عمرتها بالشرموله، وصراحه جات بنينه 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 بزاف، ما تشبعوش منها. العطريه اللي كندير فيها كتجي زوينه وكترقدوهم. كما قلت لكم كندير سكينجبير، كندير الكمون والقزبر حبوب بكميه كثيره، والثومه. هادو هما الاساسيه اللي خصهم يكونوا واحد الكميه اللي وفيره. الا كانوا كميه كبيره راه كتجي يا سلام. انا هاد الحوتات ديالي غنطيبهم في المقلاة العجيبه، غنطيبهم في هاد المقلاة العجيبه. صراحه زوينه، فعاليه، كطيب في ساعه احسن من الكوكوط بألف درجه، وكطيب لك الحاجه ناشفه فعلا بحال طيبتيها في بلانشا، ولا يعني ممكن ديري فيها حتى الحوت كيجي زوين. خلاص راه غنيه عن التعريف. كناخذوا كما قلت لكم ديك نص حبه ديال البصله اللي كنكون شلطتها وحطيتها هكا في القعر ديال المقله. وكناخذ الدنجال، وكاين اللي غايقول لي واش الدنجال اش كتروني انت في الخضره؟ لا بالعكس، كيجي الدنجال خطير مع الحوت، جربوه وتردوا عليا الخبر. كيجي شي حاجه صراحه طب. الا كنتم من العشاق ديال الدنجال راه شي حاجه زوينه كيجي مع الحوت. هادشي كله انا درته خضر، راه ما سلقت حتى حاجه، وما ما يعني خضر ماشي طايب. وكناخذ
الجزر ديالي او خيزو اللي قطعته حتى هو هكا دواور. وهادشي كله كندير التفريشه كطبقه رئيسيه هي الاساسيه من تحت. بطاطا كما كتشوفوا حتى هي قطعتها دوائر وفرشتها. هنا راه الخضره كانت باقا رخيصه، بطاطا رخيصه ومطيشه رخيصه، كلشي رخيص الحمد لله. كان كلشي رخيص. وما دابا كتكتفيو على قياسكم، يعني الكميه ديالكم، الجهد اللي نتوما ديروه، ماشي ضروري انكم تلتزموا بهذا الشيء اللي درت، حيت كاين اللي غايقول لك وانتي هذا الشيء راه غالي ودرتي كميه كثيره. لا، هذا الشيء كله كان رخيص. راه هاد الحوته انا عاد شاركتها معكم. هاد الحوته طيبتها في شهر 12. شوفوا هذا خديت لاصوص ديالي ودرت فيها الماء وحركتها مزيان في قريعه وخويتها كطبقه اولى. وكندير هاد الحوت فوق من هاد الطبقه، فوق من الطبقه ديال الخضره، وكنعاود ندير الخضر فوق من السمكه ديالي، ياك فوق من الاسماك ديالي. وكندير لاصوص. كلشي قطعوه الطريقه اللي بغيتو، الطريقه اللي حبيتو، ماشي ضروري انكم تلتزموا بداكشي اللي كندير انا، ولكن ضروري تلتزموا بالحشوه او بلاصوص ديالي، لان لاصوص صراحه بهذه الطريقه جربوها ما غتندموش عليها. راه طريقه زوينه وكتجي بنينه وكتجي يا سلام. ملي كنخلطوا هاد العناصر اللي قلت لكم انا كاملين، مطيشه مع البصله مع القزبر ومعدنوس والثومه وسكينجبير والكمون والقزبر حبوب والسودانيه، راه كتجي شي حاجه يا سلام. وبالخصوص بالخصوص الحوت كيبغي الثومه وكيبغي الحامض، حاولوا انكم تكثروا واحد شويه من الحامض. هذه لاصوص ديالي كما كتشوفوا، غادي نخويها من الفوق وغنزين باش ما بغيت، وغندير واحد الحبات ديال الفلفل الحار. عرفتوا راه كتجي مدغمره، كتجي يا سلام. وهاد الطريقه ديال اللي درت انا راه تقدروا تدخلوها للفران، تجيكم طاوه في الفران معتبره، تاكلوا نتوما ووليداتكم بالصحه والسلامه ان شاء الله والعافيه. زويته العود من الفوق، ونزين بحبات ديال الفلفل وحبات مطيشه وواحد الفلفله حاره وراق سيدنا موسى بطبيعه الحال والحبق كما كتشوفوا. شوفوا كيفاش كتبان لكم التغميره. يا سلام. ايوا بصحه وراحه. نتمنى من الله انها تنال اعجابكم وتكون عند حسن الظن ديالكم، وتجربوها وتردوا عليا الخبر. كتجي يا سلام بنينه بزاف ديك الشرموله، راه عرفتوا راه ما نقولش لكم. الله يعطينا الصحه وصافي. جات واحد الطاجين من داك الشيء الرفيع. الى اللقاء.